مساء الفل عليكم. تعالوا النهارده اقول لكم ازاي تعملوا البيتي فور باسهل طريقه ممكنه، وكمان منه هنعمل الكوكيز. يعني من عجينه واحده هنعمل البيتي فور وهنعمل الكوكيز. هقول لكم ازاي يطلع معاكم ناعم، وازاي يطلع معاكم مقرمش، وازاي العجينه تكون ماسكه نفسها، يعني البيتي فور كده تكون ماسكه نفسها، وازاي تكون دايبه. هقول لكم تستخدموا زبده ايه، وايه مزيج الزبده اللي يطلع البيتي فور ناعم، وايه اللي يخليه ماسك نفسه، وازاي نحول عجينه البيتي فور لعجينه كوكيز بمكون واحد بس. كل ده هتشوفوه معايا النهارده في الفيديو. بس ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير، كومنت حلو يشجعني، وما تنسوش بقى تكتبوا لي في الكومنتات ايه الوصفات اللي انتوا حابين تشوفوها الفتره اللي جايه عندي في القناه. وتعالى اقول لكم باسهل طريقه ممكنه. انا بعجينه واحده صدقوني طلعت البيتي فور وطلعت الكوكيز، وهقول لكم كمان على مقادير الغريبه واحنا شغالين. حاجه حلوه جدا، يعني الحلقه دي حلقه نوعم. تعالوا نشوف هنعمل ايه. المقادير بتاعتنا باختصار: كوبايه من السكر البودره، عليها كوبايتين من الزبده. يفضل انا استخدم الزبده بارده، ويفضل ان هي تكون يا زبده نيوزيلندي يا فيرن، يا اما خليط منهم. يعني يا زبده نيوزيلندي يا اما فيرن يا خليط منهم. طب لو عندي سمنه مفيش مشكله، بس السمنه تكون بارده. يبقى انا هستخدم كوبايه سكر عليها كوبايتين من السمنه، او كوبايتين من الزبده، يا اما فيرن يا اما نيوزيلندي يا اما سمنه، بس كوبايتين. تمام. ولازم اضرب كويس جدا السمنه مع السكر، ولازم يوصلوا لمرحله الفوم الابيض اللي هتشوفوه معايا. يعني ده اساسي في الوصفه، علشان ده اللي بيدي الذوبان او اللي بيدي المخبوزات تكون او الحلويات تكون دايبه كده. لما تاكلوها كده تحسوها بتدوق في البق. ده بسبب ان انتوا بتكونوا خالطين او مزجين السكر مع السمنه او مع الزبده افضل. طيب انهي افضل، ان انا اشتغل البيتي فور بالسمنه ولا بالزبده؟ لو هتشتغلوا البيتي فور بالسمنه هيطلع ماسك نفسه شويه، بس بصراحه بالزبده لا يعلى عليه. يعني انا قلت كلمه الحق ويعني تمام. هنا بقى انا بحب اعمل البيتي فور ببيضتين كاملين. يعني انا لا بشيل صفار ولا بشيل بياض. ليه؟ عشان انا من الناس اللي بتحب البيتي فور يكون فيه سنه قرمشه، يعني ما بحبوش قالب كده على غريبه. لكن لو انتوا بتحبوا البيتي فور دايب قوي، يبقى انتوا هتشتغلوا بالصفار بس، وهتشيلوا البياض بتاع البيتي فور. يعني انا قلت لكم الخلاصه: عايزينه دايب يبقى هتشتغلوا بالصفار بس. طب عايزينه مقرمش يبقى تشتغلوا بالبيض كامل. انا اشتغلت بالبيض كامل علشان هطلع منه نفس عجينه الكوكيز. يعني انا هطلع كوكيز وبيتي فور من نفس العجينه. تمام. لكن انتوا عايزينه بيتي فور يبقى هتشيلوا البيض. هنجيب هنا 4 كوبايات من الدقيق، هحط عليهم نص معلقه من البيكنج باودر. تمام. 4 كوبايات دقيق منخولين كويس، وطبعا دقيق يكون حلو كده ينفع للبيتي فور. وانخله 3 مرات على الاقل، واحط عليه نص معلقه كبيره من البيكنج باودر. يعني نص معلقه كبيره، يعني معلقه صغيره من البيكنج باودر. واختبر البيكنج باودر بتاعي معلش عشان خاطر يطلع نتيجه كويسه معايا. نيجي هنا بقى للمكون اللي بيخلي البيتي فور يقلب كوكيز. هو معلقه النشا. لو حابين تعملوا كوكيز هتحطوا معلقه نشا مع الدقيق، حابين تعملوا بيتي فور هتشيلوا طبعا النشا، لان المفروض ان البيتي فور بيكون دايب. زي ما قلت لكم انا العجينه دي طلعت منها بيتي فور وطلعت منها كوكيز، الاثنين مع بعض. والطريقه حلوه جدا. بمجرد بس ان انا شلت بياض البيض وحطيت معلقه نشا، اتحول معايا البيتي فور لكوكيز. هنبتدي ان احنا نعجنهم، بس عجن خفيف جدا. طبعا نزلت كوبايتين ونص دقيق، فاضله كوبايه ونص، هنزلها واحده واحده لحد ما اوريكم شكل العجينه. طبعا لو عندكم عجان ممكن تعجنوا فيه عادي خالص مفيش مشكله، بس يعني العجن برده ما يكون على اهدى حاجه، ما يكونش عجن سريع علشان خاطر برده ما يخليش الحلويات تفقد الذوبان بتاعها. تمام. طيب لو عايزين تعملوه بشوكولاته، عشان في ناس هتسالني عايزين نعمل بيتي فور مشكل بشوكولاته وعايزين نعمله ساده، هقول لكم هتشيلوا 3 معالق دقيق وتحطوا مكانهم 3 معالق كاكاو خام، بس طبعا من غير سكر عشان احنا ظابطين السكر كويس. ماشي. طيب لو هنشتغل البيتي فور بمكبس البيتي فور يبقى هناخد ال4 كوبايات دي كاملين. طيب لو هنشتغل البيتي فور بقمع يبقى هنعمل ايه؟ يبقى هنضطر ان احنا مش هناخد ال4 كوبايات كاملين، هنشيل منهم معلقتين علشان خاطر القمع لازم العجينه تكون لينه شويه. طيب دلوقتي عايزين نعجن العجينه، هنجيب 4 معالق من اللبن نمشي بيهم العجينه لحد ما توصل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده عجينه البيتي فور الفانيليا. لو حابينها شوكولاته هنشيل 3 معالق من الدقيق وهنحط مكانهم 3 معالق شوكولاته خام.
حلو الكلام، او 3 معالق كاكاو خام، وطبعا من غير سكر. تعالوا دلوقتي نعمل حشوه حلوه للبيتي فور بتاعنا، عشان طبعا انا سمعت ارقام غاليه جدا للحشوات. هجيب هنا كوبايه من الحليب واحط عليها معلقه من النشا، طبعا كوبايه صغيره مش كبيره يعني، عشان احنا مش هنعمل حشوه كتير. هحط معلقتين من السكر البودره، ولو انتوا هتستخدموا كاكاو محلى او شوكولاته محلايه يبقى بلاش السكر يعني، عشان بس ما يبقاش الحاجه مسكره او بتجزع كده. تمام. هندوبهم كويس على البارد، وبعدين هننزل بمعلقه صغيره من القهوه سريعه الذوبان او النسكافيه المتوفر عندكم يمشي حال، تقليبه بسيطه. بعدين هننزل بمعلقتين من الكاكاو الخام، وطبعا غير محلى لان انا حليت خلاص الوصفه بتاعتي. لو هنستخدم كاكاو محلى او حاجات او شوكولاته محليه يبقى هنشيل زي ما قلت لكم السكر. اقلبهم كويس لحد ما يبتدوا يتقلوا شويه، انزل بمكعبين من شوكولاته المطبخ، بس انا هنا بشراهم، تقدروا تنزلوهم يعني عادي كده مع نفسهم. معلقه من الزبده او معلقه من الزيت علشان خاطر بس يبتدي الصوص يلمع معايا، واسيبه على النار 3 دقايق على نار هاديه لحد ما يبتدي يتقل معايا على طول. اصبه في بوله. دي انا حطيت معلقه زيت لاني ما كانش عندي زبده بصراحه، بس تقدروا تحطوا زبده هتكون احلى يعني واقيم بكتير يعني. بلاش سمنه، يا زيت يا زبده يعني، بلاش في الصوص ده تحطوا سمنه، يا زيت يا زبده، بس الزيت يكون نظيف يعني ما يكونش ليه ريحه ولا طعم. ماشي. وبعدها تبداوا ان انتوا تمسكوه بالشكل ده لحد ما يبتدي يتقل معانا. هنصبه في بوله، وبعد كده هنبتدي ان احنا نحطه في كيس بلاستيك ونحطه في التلاجة. لازم كيس بلاستيك يا جماعه عشان ما يعملش قشره. واسيبه بقى في الكيس البلاستيك لحد ما يبتدي ان هو يتقل معايا، علشان ده اللي بلزق بيه البيتي فور انا يعني، ده اللي بلزقه بيه علشان خاطر يبتدي البيتي فور تنت مثلا، او لو بيتي فوره واحده اسقطها في الصوص ده بديل للشوكولاته السايحه يعني، بديل ان احنا نشتري شوكولاته وحمام مائي والكلام ده، دي جاهزه على طول. هنقطع هنا دلوقتي البيتي فور. انا زي ما قلت لكم تقدروا تقطعوه بالقمع وتقدروا تقطعوه بايديكم زي كده، مفيش مشكله يعني، بالقمع ماشي، بالايد ماشي، بمكنه البيتي فور ماشي، المتوفر عندكم مفيش مشكله. دي عجينه البيتي فور اللي انا عملت منها الكوكيز. طبعا هبتدي ان انا احط عليها شوكليت شيبس، انا حابه ان انا اعمله كده بشوكليت شيبس جاهز، تقدروا انتوا تعملوه ساده، واول ما يخرج من الفرن تبداوا ان انتوا تزينوا البيتي فور طبعا. او هنا الكوكيز اللي انا عاملاه دخله على درجه حراره 180، ودرجه الحراره دي بيكون الفرن رف اوسط طبعا، ومش بخليه ياخد وقت كتير. ولو عامله شوكولاته وفانيليا مع بعض برصهم قصاد بعض تقريبا علشان خاطر الشوكولاته ما سيبهاش وقت كتير فتتحرق مني. بس كده دي عجينه البيتي فور الكوكيز الحلوه جدا واقتصاديه وسهله وبسيطه، واي حد يقدر يعملها، ومش محتاجين لا مكنه بيتي فور ولا قمع ولا اي حاجه، تتشكل بالايد، وحاجه حلوه جدا جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى لايك وشير، كومنت حلو يشجعني، وما تنسوش بقى تكتبوا لي تعليقاتكم على الفيديو، الوصفات اللي انتوا حابين تشوفوها عندي الفتره اللي جايه. كنت معاكم شيف نرمين الماجد، بالف هنا وشفا يا رب. وللاعلان على القناه اسيب لكم اللينك ورقم التليفون في صندوق الوصف. بالف هنا وشفا، كل سنه وانتم طيبين، واشوفكم دايما على خير قريب.